طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحيي الجميع في فيديو جديد. إن شاء الله حنتكلم اليوم في مباراة الهلال والأهلي. وقبل ما نبدأ في الموضوع بحب بوجه التهنئة لكل المسلمين في شتى بقاع العالم، أو في العالم أجمع، بحلول شهر رمضان الكريم. وبقول للناس رمضان كريم، وتصوم وتفطر على خير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله كده يكون رمضان يعني شهر كريم، شهر البركة وشهر الخيرات إن شاء الله. فالفيديو اليوم زي ما ذكرت إنه حيكون حول مباراة الهلال والأهلي المصري، اللي هي حتكون في أول الشهر بإذن الله. طيب أنا جاي أتكلم في الحتة كنت نفسي أتكلم عن الحتة الإدارية من قبل مجلس إدارة الهلال، وكيف إنه المجلس إدارة نادي الهلال يتعامل مع ملف المباراة دي بصورة أنا بشوفها صورة مهزوزة. لكن بس أحاول أدخل الكلام في الموضوع ده لفيديو تاني. فحسنا أنا حاليا هحاول أتكلم في إنه الهلال ده المطلوب منه شنو عشان نكسب المباراة بتاعت الأهلي المصري، أو أقلها يطلع بالتأهل بغض النظر سواء تعادلنا أو خسرنا بفارق الهدف. طيب أنا هخش في الموضوع طوال عشان ما أطول على الناس. طيب في المقام الأول أنا بشوف مباراة الهلال والأهلي المصري دي مباراة بتاعت كرامة. أنا بشوفها مباراة هي بطولة قائمة بذاتها. أنا برأيي الشخصي إنه الهلال لو استطاع أن إنه يتأهل من الأراضي المصرية، أنا بالنسبة لي دي بمثابة الفوز بدوري أبطال أفريقيا، لأن دي مباراة بالنسبة لنا كشعب السوداني بصورة عامة وشعب الهلال بصورة خاصة، إن دي مباراة بتاعت استرداد الكرامة السودانية. شفنا كيف إنه الإعلام المصري يعني الطريقة اللي بيتكلم بها، خصوصا بعد تعادل الهلال وصن داونز، فده كان أحيانا الأمل في إنه الأهلي انه يقدر يتاهل مره ثانيه. وكيف انه هم بيتكلموا عن صوره الهلال بصوره فيها نوع من عدم الاحترام للهلال الكيان. خلاص، فده كله عدم تقدير لنادي الهلال، لانه نادي الهلال ده نادي كبير. صح نحن ما جبنا بطولات افريقيه، لكن الهلال وجوده الافريقي معروف لكل انديه افريقيا دي كلها بتحترم الهلال وبتقدره وبتعمل له الف حساب، الا ما عدا النادي الاهلي، لانه الهلال ده هو عقده الاهلي. طيب المباراه دي انا حبيت زي ما قلت، المباراه دي انا باخدها في المقام الاول بعيدا من الحته الفنيه، بعيدا من انه كيف انه المدرب حيدخل المباراه، كيف انه حيكون التكتيك بتاعه كده. انا بشوف في المقام الاول المباراه دي مباراه بتاعت لاعبين. لازم اللاعبين يكونوا خاطين في بالهم انه المباراه دي مباراه بتخصهم هم، لازم يستردوا كرامه الشعب السوداني في المقام الاول بعيدا عن الرياضه ومفهوم الرياضه، لانه هم حتى الاعلام المصري والجمهور المصري خاصه جمهور الاهلي هم بعيدين كل البعد من حته انه الرياضه والروح الرياضيه. وانا واثق تماما انه الهلال قادر انه ينزع بطاقه التاهل من داخل استاد القاهره. في 2004 بنفس العدد الجماهيري اللي كان اللي هو او اللي كان في مباراه 2004 نفس العدد الجماهيري اللي حيكون في المباراه القادمه ان شاء الله. ونحن ولوك ده كان الجيل الذهبي للاهلي المصري، في احسن حالات الاهلي المصري ان احنا نستطيع ان ننتصر على الاهلي. فالاهلي ده عارف انه الهلال بالنسبه له عقده. طيب في حاجه انا اقدر اتكلم فيها في المباراه دي، انه اول 5 دقائق في المباراه دي هتحس انه الجمهور هيحاول يشكل ضغط ما عادي على لعيبه الهلال. انا بتوقع اول 5 دقائق بحسها مباراه من قبل الجمهور، هنشوف انه هيكون في اساءات من قبل الجمهور. اي لاعب سوداني او اي لاعب من الهلال السوداني هيستلم الكوره هنشوف ممكن الاساءات تصلوا، ممكن هيكون في نوع من التجريح عشان يشتت الذهن بتاع اللاعب، عشان احنا نقدر نستقبل هدف او هدفين في بدايه المباراه، وانه الهلال يفقد المباراه مبكرا. زائد انه الاهلي هيحاول يضغط على الهلال باي صوره عشان يقدر يجيب هدف مبكر، عشان يقدر يدخل في جو المنافسه بقوه، لانه بخط في بالهم انه اذا الاهلي جاب هدف او هدفين ممكن المباراه تنتهي بسكور عالي. فانا في رايي بشوف انه اول 10 دقائق او خلينا نقول بالضبط كده اول 5 دقائق في المباراه، 5 ل7 دقائق لازم الهلال يكون يتماسك. انا بشوف ال5 دقائق او ال7 دقائق الاولى في المباراه دي الحته بتخلي انه الهلال يتماسك، وانه ما يستجيب لاي استفزازات من لعيبه الاهلي المصري، لانه انا واثق تماما انه لعيبه الاهلي المصري هيحاولوا قدر ما يقدروا يستفزوا اللاعب السوداني، لانه هم عندهم فكره انه اللاعب السوداني ممكن يستجيب للاستفزاز، وانه ممكن يستجيب لاي ضغوطات فيطلع من طوره، وبعد ذاك انه تحصل اشكاليه وياخذ كرت احمر. فنحن من البدايه نقوم نفقد لاعبين، زائد انه هم الضغط الجمهوري اللي حيشكلوه على الهلال كده هم بيكونوا اوريدي يعني ضمن المباراه. فانا وصيتي للاعبين انه
اول 5 دقائق او اول 7 دقائق في المباراه انه لازم يكون فيه هدوء تام وفي تركيز، لازم يكون فيه هدوء وتركيز، والناس تخلي اعصابها بارده، ما تستجيب لاي استفزاز من اي لاعب مصري، حتى لو نبذك حتى لو اسالك انت ما تستجيب، لانه اصلا هو ده الشيء داري يصليه، لانه عارفك انت لو اسالك اي اساءه انت حتكون عندك رده فعل، فبالتالي حتخسر نفسك في او حتخسر الفريق بنقص العددي. فانا عشان كده بطالب انه اللاعبين في اول 5 ل7 دقائق انه اللاعبين لازم ما يستجيبوا لاي استفزازات من اللاعبين المصري، وخاصه كهرباء. انا بتوقع كهرباء انه اكثر لاعب هو بيحب يستفز اللاعبين او يستفز لعيبه الخصوم. طيب اول 5 دقائق 7 دقائق مرت بسلام ان شاء الله، بعد ذاك انا بطالب انه او بتمنى انه الهلال لازم يحاول يدخل في جو المباراه، لانه اللعيبه كلهم حيحاولوا يجوا يضغطوا عشان يحرزوا هدف مبكر في الهلال ويلخبطوا حسابات الهلال، زائد انه هم حيستفيدوا من عامل الجمهور اللي هو ال 50,000 اللي حيكونوا في الملعب. فانا بشوف الهلال في بعد 7 دقائق من مرور المباراه لو الهلال حاول جاب جون، انا بشوف ان المهمه بتاعت الاهلي حتكون صعبه جدا جدا. اول حاجه الجمهور اللي كان بيكون ال 50,000 دول كلهم حيكونوا عباره عن متفرجين، فحيكون ما عندهم وجود، وحيكونوا بس قاعدين يعني وجودهم زي عدمهم، زائد انه لعيبه الاهلي حيطلعوا يعني اعصابهم حتتوتر، لانه بعد ده بيكونوا مطالبين انه يجيبوا 3 اجوان، ودي حتكون صعبه عليهم. فعشان كده انا بتمنى من المدرب اول حاجه يهيئ اللاعبين التهيئه النفسيه لاول 7 دقائق في المباراه، زائد انه انا اتمنى انه التشكيله تكون معظمها من الاجانب لسبب واحد او سببين. السبب الاول، انت لو شاركت اللعيبه دي بعدد كبير من اللعيبه الوطنيين، اول حاجه في عامل اللغه بيننا وبين المصريين. طيب اذا في اي كلام اتقال بالعربي او اي اساءه ساعات باللغه العربيه فاكيد نحن حنفهمها، فحتكون عندنا رده فعل. معروف الانسان السوداني بطبعه بيكون عنده رده فعل، وبيكون دائما شنو بيحاول انه ما بيرضى انه واحد يعني يقلل من شانه وكده. ف طبعا كده التشكيله ما حتكون 11 لاعب اجنبي، لكن انا بشوف انه غالبيتهم يكونوا من الاجانب. طيب انا بالنسبه لي بشوف انه الهلال حيواصل بالنسبه في خط الدفاع بنفس الطريقه اللي هو بدأ بالحارس ابو 20، حيكون اطهر في الناحيه اليمين ايرينج، عثمان ديوف، ايمورا، ديل حيكون الرباعي بتاع الدفاع. خط الوسط انا بتمناها الصراحه في الشوط الاول يكون في ابو عاقله هو لاعب الارتكاز قدام الدفاع، زايد يكون جنبه بادرس انجوما اللي هو ابو عاقله، حيكون اللاعب هو اللي بشكل الساتر الدفاعي قدام الهلال قدام الدفاع، وبمهام دفاعيه اكثر، يعني ممكن نقول 70 80% مهامه دفاعيه، بعد ذاك ممكن نقول باقي ال 20 دقيقه ممكن يكون عنده مهام هجوميه اذا ضاع الامر. يعني بادرس انجوما هو اللي هو ممكن يكون حلقه ربط بين ابو عاقله بين ابو عاقله زائد خط الوسط المتقدم زائد المهاجمين. فخط الارتكاز يكون ابو عاقله بادرس انجوما، يكون في قدامهم عبد الرؤوف. انا بشوف عبد الرؤوف وجوده مهم جدا جدا في المباراه دي، لانه اول حاجه عبد الرؤوف بيديك الحته بتاعت المرونه، اللاعب ده عنده حركه يعني بيتحرك من دون كوره بصوره ممتازه جدا جدا. فانا دايما بقول انه عبد الرؤوف ده خطورته في حركته من دون كوره اكثر من بكوره. ليش؟ لانه لعيبه الهلال او لعيبه الاهلي المصري في خط الوسط او عموما لعيبه الاهلي المصري هم حركتهم ثقيله يا جماعه. لو بنلاحظ عندهم ديانج وعندهم حتى يعني مجدي قفشه، انا بحسه انه هو يعني هو ممكن الكوره في رجله بيكون عنده خطوره اكثر ما هو من دون كوره. فانا بشوف انه عبد الرؤوف بيقدر انه يتحرك بمرونه وسلاسه في خط الوسط، لانه عنده الرشاقه وعنده حسن التصرف. فعبد الرؤوف في اي لحظه استلم الكوره انا متاكد حيشكل خطوره او حيعمل باص خطير جدا جدا، يعني ممكن يجي منها جون. فانا عشان كده بشوف انه عبد الرؤوف عنده او وجوده مهم جدا جدا في التشكيله. فاذا خط الوسط حيكون زي ما قلنا ابو عاقله بادرس انجوما، ده حيكون ارتكازين قدامهم عبد الرؤوف. لازم عبد الرؤوف وجوده مهم جدا جدا. بعد ذاك الثلاثه المقدمه ياسر مزمل اقصى اليمين، ليليب واقصى الشمال محمد عبد الرحمن في خط المقدمه الهجوميه. طبعا دي على الورق، لكن ممكن في خلال المباراه يعني ما بالضروره يكونوا هم بنفس الرسم التخطيطي اللي هو ياسر مزمل في الجناح اليمين او ميكابي في الجناح الشمال ومحمد عبد الرحمن في المقدمه. طيب في اثناء اللعب ممكن التنظيم ده يتغير. كيف؟ نقوم نشوف مثلا ياسر مزمل يكون ضامن شويه على خط الوسط، ممكن نشوف محمد عبد الرحمن وميكابي في كثنائي مقدمه هجوميه جنب بعض. بعد ذاك ممكن واحد فيهم يعمل محطه للثاني، يعني بدل ما هم يخترقوا من الاطراف عن طريق ياسر وميكابي ليليبو، ممكن نشوف محمد عبد الرحمن وميكابي ليليبو هم يكونوا في شكل ثنائي مقدمه. فاذا افترضنا مثلا عبد الرؤوف استلم تمريره من خط الوسط، فاذا مثلا محمد عبد الرحمن نزل لخط الوسط ممكن يعمل محطه مع عبد الرؤوف، مثلا عبد الرؤوف يسلم الواحد، بعد ذاك هو ميكابي بيكون اخذ مساحه انه يمشي لقدام،
فعداك ممكن عبد الرؤوف يلعب الكره الثانيه لمكابي في خلف المدافعين، لان احنا كلنا اتفقنا انه خط الدفاع بتاع الاهلي خط بطيء جدا جدا كحركه، حركتهم ثقيله جدا جدا. فانت لو لعبت فيهم في المساحات بشوف الاهلي صعب يقدر يعني يدافع بالطريقه دي. او اذا لعبنا بنفس الطريقه بتاعت الاطراف، ياسر في اقصى اليمين، ميكابي في اقصى الشمال، وجود عبد الرؤوف كصانع لعب في خط الوسط، انه عبد الرؤوف قادر يمرر يعني بكل الانواع، قادر انه يلعب الباص الطويل في المساحه الخاليه سواء كان لياسر او لميكابي في الاجنحه، او في الباص اللي هو المباشر لمحمد عبد الرحمن، وممكن يكون في وضع انفراد. فانا بشوف دي الطريقه المناسبه جدا جدا انه احنا نقدر نشكل خطوره، لانه عبد الرؤوف هو يكون الزول اللي هو حيكون في دور الصناعي في خط الوسط. فانا بشوف انه وجود عبد الرؤوف في خط الوسط هيشكل خطوره جدا كبيره جدا على فريق الاهلي، لانه احنا زي ما او اتفقنا انه فريق الاهلي حيحاول يطلع، دي انا متاكد منها انه الاهلي حيحاول يطلع باي طريقه، فحيترك مساحات وراه. وهم واتفقنا احنا هم ما عندهم السرعات، فانا متاكد ما في زول اسرع من ياسر ولا في اسرع من ميكابي. يلا ده عشان هم نقدر نستفيد من سرعاتهم محتاجين للاعب وسط يقدر يشغلهم، يقدر يحركهم. لانك انت لو لعبت خط وسط كله مثلا زي عبد الرؤوف ايبانجا، او مثلا لعبت بوجبا، فانا متاكد بيكون في بطء. فعارفين بوجبا بطيء، فبوجبا بيستلم على بين ما يمرر، انا متاكد هم بكونوا عملوا مان تو مان. لكن عبد الرؤوف سريع جدا جدا، عبد الرؤوف سريع ولماح، يعني عبد الرؤوف يمكن في ثانيتين بيعمل اللعب السريع. فعشان كده انا بتمنى ان عبد الرؤوف وجوده مهم. الشوط الثاني بعد ذاك على حسب انه الشوط الاول انتهى كيف. اذا الهلال مثلا قدر جاب جون او جونين، بعد ذاك ممكن التغييرات تكون شكلها دفاعي في خط الوسط، ممكن بعد ذاك انت تضيف تعمل زياده عدديه في خط الوسط، بحيث انك تعمل يعني دفاع منطقه متقدم بالنسبه لخط الوسط، يكون مليان بعدد لعيبه كبير، عدد اكبر من اللاعبين، بحيث انه لعيبه الاهلي ما يقدروا يخترقوا لقدام. او اذا كمان الهلال المباراه انتهت الشوط الاول بالتعادل، تعادل اصفار، او ايا كان نوع التعادل، ممكن الهلال الشوط الثاني يحاول برضه يكون عنده حبه جراح هجوميه على اساس نحاول نجيب جون ونقدر نقضي على امال الاهلي، لانه كل ما نحن جبنا جون كل ما مهمه الاهلي حتكون صعبه. فبعد ذاك الشوط الثاني لو نحن الشوط الاول طلعنا كسبانين بجون او النتيجه كانت ايجابيه في صالحنا، بعد ذاك ممكن نشوف تغييرات ثانيه. يعني مثلا ممكن نعمل تغيير، نجيب مثلا ديفيد ايبانجا، لان انا برضه بعتبره لاعب في حته الضغط، لاعب مميز جدا جدا، يعني بيديك الحته التكتيكيه وبيقدر بيمارس ضغط على خط الوسط بالنسبه للاهلي المصري. فانا بشوف انه المباراه دي مباراه الهلال قادر، وانا بثق في المدرب جدا جدا. انا متاكد المدرب فلوران ايبنجي بيكون ذاكر الاهلي المصري اكثر من 100 مره، وانا متاكد بيكون بيحاول يجهز احسن العناصر في المباراه. فانا عن نفسي معاويه بقول انه يعني الامل بالنسبه للهلال يتاهل. انا بالنسبه لي شايف انه الهلال حيتاهل، انا ما اعرف كيف، لكن انا واثق تماما من المدرب، واثق من انه اللعيبه دي حتكون المباراه دي مباراه تاريخيه بالنسبه لهم عشان يقدروا يثبتوا وجودهم. فانا بتوقع انه الهلال حيتاهل بنسبه كبيره جدا جدا. فالاهلي زي ما قلت لكم هو حاليا هو معتمد على الحرب النفسيه اللي هو شغال فيها من اسبوع، على اساس يعني مثلا بعثه الهلال حتجي وحتجد معامله سيئه، وحيكون مثلا في جمهور الاهلي وكده. فان شاء الله انا بتمنى من بعثه الهلال يعني لحظه وصولها للقاهره انه لازم يكون في يعني الاله الاعلاميه للهلال تكون شغاله، اللي هو المكتب الاعلامي، يكون في تصوير من لحظة وصول البعثة إلى مطار القاهرة، وفي الفندق وفي التمارين وفي المباراة. لازم تكون الأحداث اللحظات دي كلها تكون موثقة بالتصوير، عشان لا قدر الله حصل أي مكروه، وإن شاء الله ما يحصل للعبة الفريق، إنه إحنا نكون عندنا الأدلة بالفيديو، ونقدر نقدر يعني إذا نقدر نعمل شكوى تكون الشكوى ما نصية، الشكوى بالإثبات اللي هو بالفيديو. زائد إنه أنا بتمنى يعني صراحه انه انا كنت بتمنى يكون عندنا الجاليه السودانيه او جمهور الهلال في مصر انهم يجوا ويشاركوا او يكونوا حضورا في الاستاد. لكن والله العظيم الصراحه بعد الشيء اللي انا شفته من التصريحات اللي في السوشيال ميديا، انا بتمنى ما تجي الجاليه السودانيه تحضر المباراه، لانه انا ممكن اللعيبه اضمن لك سلامتهم، لان هم مجبورين يضمنوا سلامه لعيبتنا جوا الملعب، لانه دي هيدفع ثمنها غالي الاهلي والاتحاد المصري. لكن الجاليه السودانيه انا ما بضمن انه يكون عندهم حمايه. فانا والله بتمنى انه ما يجي حضور جمهور من جانب الهلال. نخلي المهمه للعيبه الهلال داخل الملعب، وان شاء الله الهلال قادر يرد الصعصعين للاهلي في مصر وسط جمهوره زي ما عملنا في 2004 ان شاء الله. وانا واثق انه اطهر الطاهر في ذات نفسه بيكون اخذ قرار انه لازم هو يكون نجم في المباراه الجايه بتاعت مصر. فانا بتوقع ان شاء الله اطهر حيسهم او حيكون عنده دور فعال جدا جدا في مباراه مصر.
وحيشوف مقابل الليبو برضه حيحاول يعني يثبت وجوده مرة تانية، وهيحاول يحرز هدف مرة تانية في مرمى الشناوي. فأنا صراحة لسه عندي كلام كتير والله داير أقوله، ولكن بس حاسس الزمن هسه كده أوريدي الفيديو عمل ربع ساعة. فإن شاء الله بحاول بعمل فيديو تاني